اللي حمدي فضل يقول لنا نفسي طويل وصبر طويل وان انا نفسي اطول من حياتكم ولب لب لب من كميه انا وانا وانا، وفضل يشكر في نفسه. وزمان قالوا لك كلمه انا دي انا من الشيطان، محدش بيقول كلمه انا ويشكر في نفسه ويمجد في نفسه الا اذا كان شايف نفسه هك. تمام، انا مش هقول كذا، انتوا بقى ادرى. تمام. الناس اللي طلعت على شيطان هو قالك ان انتوا ظالميني، او ان انتوا اصلا شايفين ان انا ظالم وان انا الشيطان وان انا الجاحد وان انا الشخص الوحش. وده اصعب حاجة ان ممكن حد يمثل الدور ده. سهل جدا ان انت تطلع تمثل للناس ان انت طيب وغلبان وتكسب تعاطفهم وتكسب حبهم وان انت تكسب ان هم يكونوا واقفين في صفك وبيشكروا فيك. بس صعب ان انت تكسب دور الشيطان. صعب جدا ان انت تمسك وتمثل دور الظالم، وان انا اكون واخد الدور ده فابقى كده انا متفوق عليكم وان انا ابقى كده نجحت في دوري. ده اللي حمدي قاله زمان في الاستوريات من ساعه الخناقات دي ما دارت. اللي حمدي راح فين يا جماعه؟ ما لمحناهوش. اخر حاجه لمحناه ان هو طلع في الاستوريات فيديوهات شورت على الانستا وقال لك اسالوني اللي انتوا عايزين تسالوه وانا هرد عليكم على كل حاجه وهفضحه حرفيا. طب ما كانش لازم ان احنا نسالك، كان ممكن ان انت تطلع ترد انت بنفسك، تطلع تقول ده حصل وحصل وحصل زي ما محمد ما عمل. تطلع بفيديو توضح فيها الامور كان فيها ايه ومشت ازاي وراحت منين وجت منين، وتطلع المكالمه اللي هو قالها. قالك لا، هو طلع ودعا على نفسه وهوب الدعوه من هنا في نفس اليوم من هنا حمدي تعب وبعديها اختفى. طلعت وفاء عشان بدل ما تحنن قلب المتابعين على حمدي وان هي تكسب وتلملم بقيه المتابعين اللي لسه بيحبوهم، وتطلع حد تقول يا جماعه إيه الناس اللي زعلانه من حمدي ادعوا له، هو دلوقتي في شده، هو دلوقتي محتاج دعواتكم، هو دلوقتي حياته خطيره، حالته خطيره، وان هو دلوقتي في العنايه المركزه وانه جوزك حبيبك حب العمر بقى نبذه الحياه، صح ولا لا؟ انا لو جوزي قدر الله قدر الله ربنا ما يكتبها علينا يا رب وقع في شده زي دي، انا هطلع العب دور الملاك. يا جماعه ما تزعلوش منه، وكانت ساعه شيطان وكان في مشاكل ما بينهم والشيطان دخل ما بينهم، ومصيرهم في الاول وفي الاخر يتصافوا، ومصيرهم في الاول وفي الاخر يهدوا، ومصيرهم في الاول وفي الاخر اخوات وهيرجعوا، والدم عمره ما يبقى ميه، ومصارين البطن بتتعالج ولب لب لب لب. في قصايد كتير ممكن تتقال في التوقيت ده. الا وفاء طلعت دشملت بقى المتابعين اللي كانوا واقفين في صف حمدي. يعني انا لما كنت اتكلم عن محمد ومحمد غلبان وطيب ومسامحينك يا محمد وما ينفعش والتيت والشريط، الاقي كده 15 16 17 متابع يدخل يقول لي حرام عليكي ده حمدي غلبان ده حمدي طيب. صح ولا انا غلطانه؟ صح. طيب الاقي لكش بقى وفاء طلعت دشملة الكل بيا خنازير. هي خنازير دي يعني ايه؟ يعني زي كانها بتقول لهم يا كلاب كده يعني. يعني انت بدل ما تقول لهم يا كلاب او يا حمير حاجه من دي فقلت لهم يا خنازير، وفرت اللقب باللقب ده. مش عارفه ايه فكره ان انت تشبههم بالخنازير، مش عارفه ايه فكرتها يعني. بس لقيتها كده ايه، انا لما جيت مثلا ان انا اتعصب واحط نفسي مكانها لقيت ان انا ممكن اطلع اقول يا كلاب يا كذابين، بس انا مستحيل اعمل حاجه زي دي. انا بديك مثلا ان انا لو لا قدر الله مكان وفاء هلعب دور الملاك للامانه، يعني حتى لو انا شطان هلعب دور الملاك على اساس ان انا يعني اكسب تعاطف الناس والم الجروح بقى والم الدعبسه اللي طلع دي، الم المشاكل وكل اللي طلع ده. كان ده المفروض يحصل، وادعوا له وهو محتاج لدعواتكم كل شويه ارفع ستوري والنبي ادعوا له جوزي ومش عارفه والتيت والشريط والكلام ده كله. ده اللي المفروض كان يتعمل. انما وفاء دشملت الكل وضربت في عرض الحائط وكسرت كل توقعات الناس وكملت على اللي حمدي بيعمله. لعبت نفس دوره اللي هو اثبتت للمتابعين بقى ان انت فعلا اللي كنت بتضربي من تحت الحزام، ان انت اللي بتلعبي من تحت الترابيزه، ان اوعى يا حمدي بقى كده انت كده كده مش عارف تلعب الدور صح، وان انا مهما احفظك ومهما اقول لك ومهما اعمل انت مش موفي ولا مكفي الحاجه اللي ضميري ودماغي جايبها، فوعلي بقى انا اطلع. وطلعت بقى يا خنازير يا كلاب يلي 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 يلي. الموضوع خرج منها من تحت السيطره. هي فاكره ان هي لما تعمل حاجه زي دي حد يقول لها عندك حق وبرافو وان انت بتجيبي حق جوزك، واحده قلبها محروق على جوزها. لا، الكل دخل هاجمها في الكومنتات، قفلت التعليقات وفضلت ترفع في ستوري وستوري وستوري، وفي الاخر مسحت كله بسبب هجوم المتابعين. طب ما كان من بدايه، كان من البدايه نطلع نقعد نقول لهم ادعوا له، انت قلت ادعي له وقفلت الكومنتات. طب ماشي، انت يمكن مش عايزه دعوه على الخاص، عايزه دعوه ان انا اقول ربنا يشفيكي حمدي بحق لا اله الا الله وما يورينا فيك شر وترجع كده معافى والكلام ده كله. صح، انا قلت ان انت يمكن تكون عايزه حاجه زي دي، صح ولا لا؟ طيب رفعتي بقت الاستوريات بتاعتك اللي هو الناس عرفت قيمتك وعرفت الشده اللي انت فيها وان انت ربنا يخليك ليا وان انت ربنا يديمك في حياته ويا رب ما توجع قلبي عليه والكلام ده كله، وانت مستمريه على قفل الكومنتات لانكم عرفتوا واتاكدتوا ان انتوا خسرتوا المتابعين كلهم.
ما عادش حد في ظهركم ولا عاد حد هيساندكم بعد اللي انتوا عملتوه. فان انتوا المفروض ده كان توقيت، يعني المفروض الراجل غلط، انا مثلا لو جوزي غلط وخسرني المتابعين، خسرني نص المتابعين، انا كدوري اطلع الست الشاطره، الست الذكيه اللي حمدي كان بيقول لما اولادي يكبروا ويطلعوا مهذبين ومحترمين اعرفوا ان كانت وراهم الست دي، الست دي احسن قدوه، الست دي المثل الصالح، ورا كل رجل ناجح امراه ذكيه. الكلام اللفلفه اللي حمدي كان بيطلعه يقوله. المفروض ان وفاء كان في التوقيت ده تطلع تثبت ان هي صح، ان يعني وفاء ان حمدي صح، ان الكلام اللي حمدي طلع قاله عليها ان ورا كل رجل محترم ست محترمه، ان ورا كل رجل ناجح ست عظيمه. الكلام ده المفروض ان هي كانت تطلع في التوقيت ده تلعب الدور الصح. هي لعبت الدور الغلط، الظاهر كده ان هي فاض بيها، فقالت لحمدي لا لا انت كده مش طافي ناري، انت مش قادر تطلع الغل من جوايا ليهم فيك. يعني مثلا لما انا ابقى متضايقه من حد اطلع الغل اللي جوايا وانا من بعيده بتفرج كده، اقول له انت هتطلع تقول واحد اتنين تلاته فالدنيا تقوم عليهم، فيبقى انا كده ناري هدت. صح ولا انا غلطانه؟ فحمدي معرفش يلعب الدور الصح، فطلعت لنا وفاء، طلعت لنا وفاء تكمل الدور، بدل ما تلعب على التعاطف لعبت على خسارة كل المتابعين، والنتيجة ان هم كلهم اختفوا. عايزة اقول لهم ان انتم خلاص كفاية كده، كسبتوا تعاطف الناس، خسرتوا تعاطف الناس، اشتغلوا على نفسكم، اشتغلوا على نفسكم. خلاص كفاية اهانة في اخوك، كفاية اهانة في سلفك، كفاية اهانة في سلفتك، وسيبوهم للمتابعين بقى يجيبوا لكم حقكم. مصير الايام بقى لو ليكوا حق عندهم، مصير المتابعين هيكتشفوا من الظالم ومن المظلوم والكلام ده كله. مع ان اللي هم عملوه خلوا لو محمد كان في واحد كرهه او اتنين كارهينه، خلوا كل الناس بتحبه. الكل دلوقتي بيسأل عن آلاء مختفية ليه يا آلاء؟ انت زعلانة؟ انت محروجة؟ اطلعي، ما تزعليش، ما تتضايقيش. وكل مستني ان آلاء تهل علينا، مستني ان آلاء تطل علينا طلة كده في اي فيديو. ده اللي الكل مستني من المتابعين، مع ان الناس زعلانة منها. ان انت ازاي تعملي 6 شهور حمل وتضحكي علينا وتعاطف وتعبانة ومش تعبانة والتيتو الشريط في الكلام ده كله، الا ان هي لعبت لحد اللحظة دي الدور صح، لحد التوقيت اللي احنا فيه هي لعبة الدور صح. الا قولوا لي يا ولاد، هو ايه اللي حصل بين بابا نهال وماما نهال، باباها ومامتها اهل نهال؟ اللفلفه انا حاسه ان شعار الفولت ضارب. اه والله حاسه ان كل ما افتح الانستا الاقيهم بيلفلفوا، كل ما افتح اليوتيوب الاقيهم بيلفلفوا. هو في ايه؟ ممكن بس مثلا افهم هو في ايه اللي بيحصل، واشمعنى في التوقيت ده فولت اللفلفه ضرب عندهم؟ والله ما تريقة عشان محدش يقولي انت بتكرهي نهال فبتكرهي اهلها. والله ما بكره حد ولا بحب حد، انا بتكلم معاكم بما يرضي الله. فهموني بس اللي بيحصل ايكونش دي غيره، لان كمان برضو لاحظت ان اهل الاء بقت كل ما الكاميرا تتفتح عينيهم تطلع قلوب لبعض. في ناس بتقولي يا اسماء انا بحسهم مصطنعين قوي، يعني حتى لما ابو الاء بيشكر في مراته اللي هي مامة الاء، احسهم ان هم عمالين يعني يمثلوا ان هم قد ايه فرحانين بالكلام ده ومش عارفه ايه. يعني الكلام باين ان هو مصطنع، اللي هي الست مش متعوده عليه في الطبيعه، هم بيقولوا لي كده، فمش عارفه بقى انتوا رايكم ايه. فانا ملاحظه ان اللفلفه والفولت علا. يعني مثلا لو كانت اهل الاء بيطلعوا الحاجه دي في الصور، وبيطلعوا حاجه دي قصدي في الفيديوهات، وان هم بينزلوا علينا بالفيديوهات، فلازم يبانوا ان هم اب وام قدوه اتنين تمام، يعني مش اكيد مش هيطلعوا يتخانقوا معانا. بس اللي انا ملاحظاه ان اهل نهال بيطلعوا بستوريهات، صور بقى ان هم قاعدين جنب بعض، ده قاعد وهي قاعده مبيله عليه نايمه على كتفه. فانا مش فاهمه ايه الموضوع، هو احنا رايحين فين؟ لا بجد احنا رايحين فين يا جماعه؟ هو احنا بنكبر بنعقل ولا احنا بنكبر بنسخط؟ يعني انا اعرف ان الراجل والست يظهروا قدوه كده، يعني مش باللفلفه قد ايه بنموت في بعض، اللي هو عشان نقبح، لا يعني اللي هو عايزين نكبر نظهر قدام الناس ان احنا ناس محترمه، ناس عاقله، ناس رزينه كده. ده اللي المفروض يظهر، صح ولا انا غلطانه؟ انما نكبر نقعد نقرب من بعض ونحط كتاف دراعتنا على كتاف بعض وحاضنين بعض والصور اللي انا بشوفها دي، انا مش حابه المنطق مش حابه الفكره تمام. فانتوا ايه؟ اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي، مش عايزه اطول عليكم، بحبكم جدا، وامان عليك كومنت بالصلاه على الحبيب المصطفى. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم معايا، وكل سنه وانتم جابرين خاطري، وكل سنه وربنا يكبر بخاطركم زي ما انتم بتكبروا بخاطري. ربنا يرضيكم ويهنيكم، وربنا يستجاب مننا بحق لا اله الا الله وبحق الايام المفترجه. حبايب قلبي ما تستخسرش فيا اللايك القمر بتاعك، والكومنت المفضل بالصلاه على الحبيب المصطفى، والكومنت برايك. يعني كل شخص فيكم كده او شخصانيه تكتبوا لي 2 كومنت، واحد بالصلاه على الحبيب المصطفى، وواحد برايك بالفيديو، وكمان قول رايك في الحوار كله.
اشوفكم في فيديو جديد، بحبكم جدا، هتوحشوني، في امان الله، مع السلامة.